هو ايه الفرق بين كثافة الثدي وتصنيف الثدي في الأشعة؟ في حاجة في تقارير الأشعة بتاعت الثدي اسمها ال ACR والبايرات. ال ACR سيستم ده السيستم أو التدرج اللي بنحدد بيه كثافة الثدي، وده بيبقى ACR A أو B أو C أو D، وده بيحدد درجة التليفات اللي في الثدي بتاعتنا لنسبتها لوجود دهون. لما الثدي يبقى دهني والتليفات فيه قليلة بيبقى ACR A أو B، وده بيبقى سهل التشخيص فيه للأورام لأن بيبقى مفيش تليفات كتير، فأي حاجة تظهر بتبان في الأشعة على طول. أما ال ACR C ودي ده بيبقى ثدي يعتبر كثيف شوية، وده بيبقى النسيج التليفي فيه أعلى من النسيج الدهني، وبالتالي بيبقى نسبة الأوجاع في الثدي الكثيف ده أعلى، ونسبة أو صعوبة إن أنا أحضر أكتشف وجود فيه أورام بدري صعبة برضو شوية. يعني لما بيبقى في حالة عندها تاريخ وراثي قوي، فبالتالي أنا متوقع إنه ممكن يجي لها سرطان ثدي بنسبة أكبر من غيرها، وبلاقي الأشعة بتاعتها ال ACR بتاعها عالي C أو D بالاخص، بفضل ان انا اعمل لها اشعه بالصبغه زي الرنين او الماموجرام اللي بالصبغه عشان اتاكد من عدم وجود اورام، لان كثافه الثدي ممكن لو هي عنيفه تخبي وراها الاورام وما تكتشفش بسهوله بالماموجرام او بالسونار. فكثافة الثدي مش هو تقييم الأورام ولا هو درجة الأورام ولا هو مرحلة الأورام، هو مجرد بس بيقول لي نوع النسيج بتاع الثدي إذا كان التليفات فيه أكتر ولا الدهون دي أكتر، وبتخليني أقدر أقول ده سهل التشخيص فيه والاكتشاف المبكر فيه للأورام، ولا لو هو ACRC أو D بيبقى التشخيص فيه أصعب شوية وبيحتاج أشعة بالصبغة. نيجي بقى للتصنيف بتاع الثدي اللي هو البايرات سيستم. في آخر كل تقرير كده او في الكونكلوجن او في النهايه بتاعت التقرير بيديك تصنيف للثدي ده، اذا كان بايرات 1 لحد بايرات 6، من 1 ل6، وممكن يبقى بايرات 0 لو انا ما قدرتش اشخص حاجه ومحتاجه اعمل اشعات تانية، فالدكتور بيدي التقرير بايرات 0. طيب ايه هي بايرات 1 لبايرات 6؟ بايرات 1 يعني نورمال، يعني مفيش اي مشاكل في الثدي خالص، وبايرات 2 يعني في حاجات حميده، تغيرات حميده، يعني شويه تليفات، شويه التهابات، لكن مفيش ورم او مفيش مرض معين اقدر اقول عليه في الثدي او اديله تصنيف. ده كده البايرات 2. نبدا بقى من البايرات 3، ده كده معناه وجود حاجة مرضية حميدة زي مثلا خراج، زي مثلا ورم ليفي حميد، زي كيس دهني كبير شوية او في شوية تغيرات وتكيسات فبديله بايرات 3 وهكذا. يعني التصنيفات بتاعت الثدي في البايرات سيستم مش مراحل، يعني مش 2 بتسلم ل 3 و3 بعد شويه هتقلب ل 4 و4 هيقلب ل 5، لا خالص، ده مجرد وصف لشكل الليجن او لشكل الكتله او الورم اللي انا لقيته في الثدي. بايرات 4 وبايرات 5 دي وجود كتله فيها نسبه اشتباه لوجود سرطان، وبايرات 5 طبعا الاشتباه فيه اكتر او اعلى من البايرات 4. ولما بيبقى فيه تصنيف 4 او 5 بيبقى لازم اخد عينه بابره قطعه عشان اثبت الورم دوت خبيث ولا حميد، ولو ثبت ان هو خبيث بالعينه بيبقى بندي التصنيف بايرات 6. يعني بايرات 6 دي مش بناخدها الا لما نبقى عملنا العينه والعينه طلع فيها ان هو ورم خبيث، واستدعى بقى ان انا اعمل اشعه تاني بعد العينه، فاوريدي انا عارفه ان الورم خبيث، فبالتالي مش هديله اي تصنيف غير بايرات 6. 4 و5 هم اللي فيهم اشتباه لورم، وبقول اشتباه لان مفيش اي اشعه تقدر تشخص ورم خبيث، لا هي بتشتبه بنسبه اكبر من الثانيه. الاربعه فيها درجات 4A وB وC، وكل ما كانت C كل ما كانت الاشتباه اعلى، كل ما كانت A كل ما كان الاشتباه ضعيف. وممكن اورام حميده تاخد تصنيف بايرات 4A اللي هي تبقى فيها شويه تغيرات، فببقى عايز اخد منها عينه لاثبات انها حميده، بتبقى شويه تغيرات بسيطه لا ترتقي ان انا اجزم او اقول انها ورم خبيث، فبالتالي بقول انها بايرات 4A عشان لما اخد عينه ابتدي اقول انها بايرات 3 لما اثبت انها ورم حميد. والورم الحميد لما بيتابع فترات طويله ببتدي انزل البايرات بتاعه لبايرات 2، يعني بيبقى ورم حميد بس متابع كتير قوي، فخلاص متاكد 100% انه حميد حتى لو من غير عينه، فبالتالي بقلل البايرات بتاعه وبخليه بايرات 2 بعد ما بتابعه لسنتين. الاي سي ار والبايرات دي تصنيفات جوه الثدي، مش معناها تشخيص ولا معناها دلاله او اثبات ان في ورم خبيث في الثدي. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي
الثدي التجميلية. تابعونا أكتر عشان تعرفوا أكتر عن الصحة العامة للثدي.